السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وصفات أم فارس بتيت كويزين. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكيكة بالتفاح، واحد الكيكة اللي صحية، ما فيها لا دقيق ولا زيت ولا سكر. كتجي واعرة في الحقيقة، جربوها راه كتستحق التجربة. كتجي معلكة، كتجي بنينة بنينة في الحقيقة، والريحة ديالها كتشم من راس الدرب. الصراحة البنات جربوها بعينيكم مغمضين، شوفوا معايا كتبان الصراحة روعة. هي راه ما كتجيش يعني طالعة في الفران في الحقيقة كتنفخ، ولكن بحال كتهبط شوية لحقاش ما فيهاش الدقيق. المهم البنات شوفوا معايا غير المنظر ديالها، الصراحة المهم راها صحية. نحاولوا ما أمكن نقصوا من السكريات، نحاولوا نديروا حاجة طبيعية. شوفوا معايا جات لذيذة لذيذة البنات، على ضمانتي جربوها راه كتستحق التجربة. هانتوما شوفوا معايا، المهم اش غادي نقول لكم، جربوها بعينيكم مغمضين. مباشرة غادي ندوزو للمقادير. عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض متوسطين ما كبار ما صغار. عندي هنايا كأس ديال اللوز، كأس ديال العنبة. المهم هاد اللوز شديتوه مسحتوه مزيان، تقدروا تغسلوه ديروه يستقطر. عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال التفاح. المهم انا توفروا لي 3 ديال الحبات ديال التفاح، قلت اجي ندير هاد الوصفه هذه. المهم هاد التفاح هذا تقدروا تستعملوا اي تفاح عندكم، استعملوا التفاح الاحمر ولا الاصفر الاخضر، المهم لكم الاختيار. المهم هاد الوصفه هذه بالتفاح راه كتجي واعره. هنايا غادي نحاول انني نقشرو، ونحاول انني نحيد له داك القلب ديالو. المهم غادي نقيه، من بعد غادي تشوفوا معايا تتمة المراحل. هانتوما هنايا بعد ما نقيت الكميه اللي كانت عندي 3 ديال التفاحات كلهم، وحيت لهم القشره ديالهم وداك الوسط. هنايا مباشره غادي ناخذ واحد الاشواغ ولا اي طحانه عندكم، المولينكس ولا اللي بغيتو. المهم حاجتنا في الطحانه انها تطحن لينا العناصر كلهم. درت دوك 3 ديال البيضات في هذا الصحن هذا، وغادي نديرهم معاه اللوز. المهم كاع المكونات ديالنا غادي نضيفوهم في الهاشوار، وغادي نطحنوا كل شيء. عندي هنايا قبصه ملح، عندي هنايا معلقة صغيرة ديال القرفة. المهم ما ديروش قل من معلقة، حيت باش تحيدوا الرائحة ديال البيض. عندي هنايا ساشي ديال خميرة الحلويات، وهنايا غادي نديرو 2 معالق كبار مملوئين جيدا من العسل الحر، هذا هو بديل السكر. المهم هنايا استخدمنا كل شيء طبيعي من غير البيكنج باودر. الصراحه لو كان عندي شي بديل راه ما غاديش نستخدمه نهائيا، باش تجي الوصفه ديالنا صحيه 100%. المهم هنايا بعد ما غادي ندير هادوك 2 معالق ديال العسل، غادي نحاول نهبطهم مزيان، حيت العسل كيكون شويه خاسر ماشي بحال العسل العادي، هذا كيكون شويه شاد. هنايا مباشره غادي ندوزو باش نطحنوا العناصر ديالنا. هانتوما هنايا غادي نطحنوا كل شيء جيدا. المهم هنايا انا استخدمت السرعه الكبيره ديال الاشواغ باش طحن ليا مزيان. هانتوما شوفوا معايا، راه الصراحه راه ساهله. المهم حتى في المولينكس راه كيطحن مزيان، غير هكا في الهاشوار يعني الصراحه كتساعد دغيا كيهبط من هذاك الخليط، عكس المولينكس شويه كتعذب. وتقدروا تطحنوها حتى بالبغا ميكسور، انكم ديروه في واحد البول وطحنوه بالبغا ميكسور، حتى هكا كيجي يعني زوين مساعد. هنايا غادي نستناو على العناصر ديالنا حتى يطحنوا لينا مزيان، يولي لنا الخليط ديالنا خاطر بحال فيه الدقيق. المهم حاولت انني ما نقطعش معكم المراحل، غير زربت شويه في الفيديو. هانتوما هنايا شوفوا معايا، هادوك الحبيبات ديال اللوز كيجيو باينين. هداك التفاح الدور ديالو هو اللي يعني في بلاصه الدقيق، يعني هو اللي كيختار لينا الخليط ديالنا. هانتوما شوفوا معايا الخليط، الصراحه منين حليته زعما كتعطي منه ريحه واعره قبل ما يطيب. هانتوما شوفوا معايا. المهم للاشاره فقط، راه هذاك اللوز راه ما محمر ما والو، اللوز الخضر عادي كنشدوه كنمسحوه مزيان من دوك الاتربه اللي كيكونوا فيه وكنستعملوه مباشره. هنايا غادي ناخذ واحد اللاطه اللي كتدخل الفران اولا صحن زجاجي اولا الومنيوم، المهم اللي عندكم. هنايا دهنوه مزيان بالزبده. هانتوما شوفوا معايا راني كثرت الزبده. يفضل الا كانت عندكم زبده طبيعيه، يعني زبده البلديه، باش تجيكم الوصفه يعني طبيعيه 100%. المهم انا هنايا استخدمت الزبده ديال العلب، كتجي بعدا شويه بنينه. هنايا غادي نفرغ الخليط ديالي. هانتوما شوفوا معايا الخليط ديالي كي كيجي، يعني كيجي خاتر
شوفوا هنايا حاولت انني نهبط ديك الكميه كلها اللي بقات لي في الهاشوار بالاستعانه ديال لا سباتول. وهنايا غادي نحاول انني نوزع الخليط ديالي على داك المول كله. هنايا الا استعملتو مول صغر شويه من هاد المول اللي عندي، راه غادي تجي لكم الكيكه ديالكم شويه طالعه. انا يعني راه الكيكه ما كتنتفخش بزاف والصحن ديالي عندي شويه كبير لذلك كتبان لي شويه قصيره، ولكن ماشي مشكل. هنايا غادي نزينها برقائق اللوز او اللوز ايفيلي. نتوما التزيين لكم الاختيار، تقدروا تزينوها عفوا بالجنجلان او لا بالمكسرات، اي مكسرات عندكم، بالقرقع حتى هي كتجي زوينه، او لا تخليوها حتى كطيب. دهنوها بالعسل الحر وترشوا عليها الكوك والقرفه، كتجي واعره الصراحه. المهم انا اكتفيت بهذا التزيين هذا، حتى هو عطاها جماليه زوينه وعطاها المذاق، حتى هو يعني لوز في اللوز. المهم البنات ديروا هذه الطريقه هذه راه جات واعره. للاشاره الفران خاصو يكون سخون مسبقا على 200 درجه. منين تدخلوا اللاطه ديالكم تحمر او لا الطيب، غادي ديروه على 180 درجه من الاسفل حتى كطيب ليكم، وكتشعلوا عليها من الاعلى باش انها تحمر. هانتوما شوفوا معايا كتجي هشيشه الصراحه، كتجي واعره. هنايا في التزيين غادي نزينها بالعسل الحر نيت، يعني غير خطوط هكا. كناخذ بهاد الاداه هذه غير خطوط، يعني باش كتعطي هذاك المنظر ديالها بغيو من على برا. المهم الصراحه جات لذيذه، جات اش غادي نقول لكم، حتى ولدي الصغير حماق عليها، يعني كلا منها واحد الطريف كله وعجباته. حاولوا ما امكن البنات استعملوا هكا الوصفه الطبيعيه لولادكم، لعائلتكم بصفه عامه. المهم كيجيو زوينين في الحقيقه. هنايا غادي نقسم معكم مرسو باش تشوفوا كي جات. هانتوما هنا راه كتقطع بكل سهوله، غير داك اللوز ايفي اللي كيشد ليا شويه السكين، ولكن ماشي مشكل. هانتوما شوفوا معايا، الصراحه جات زوينه، جات لذيذه. المهم الا شطت عليكم ما تحاولوش نهائيا تخليوها تبات على برا، ديريكت الثلاجه باش داك التفاح ديالكم ما يتاكسدش ليكم ويعطيكم مذاق خايب في الاخير. هانتوما شوفوا معايا كي كتجي، الصراحه جات واعره، جات بنينه وصحيه. المهم اعتمدوا هاد الطرق هادو، نحاول ما امكن من هنا لقدام نشارك معكم هكا طرق طبيعيه ان شاء الله. يعني المهم انا والوقت اللي غادي يساعدني ان شاء الله. المهم نتمنى انكم تجربوها وبصحه وراحه.